امتى تقرر تشتري موبايل جديد؟ اول حاجه خليني اقول لك ان مش من العادي ان الناس تغير الموبايل بتاعها كل سنه. يعني المتوسط اللي الناس بتغير فيه الموبايلات بتاعها ما بين 2 ل3 سنين. ولو انت بتحافظ على الموبايل بتاعك واستخدامك مش مهلك قوي، الموبايل ممكن يفضل معاك 4 و5 سنين. طيب ايه العلامات اللي تخليني اقول ان انا فعلا محتاج اغير الموبايل دلوقتي؟ اول حاجه متهيألي ممكن تقدر على اي حد التجربه بتاعته مع الموبايل بتاعه هي البطاريه. فلو البطاريه بتاعتك بدات تقرفك، بتديك قرايه غير حقيقيه، بتفصل منك في النص، بتسخن الموبايل وبتعمل حاجات مش لذيذه، دي علامه مهمه. كمان لو الشركه اللي بتصنع الموبايل دوت او الابلكيشنز بطلوا دعم التحديثات بتاعه الموبايل ده. تالت حاجه اكيد لو في ضرر مباشر حصل لموبايلك، لو تصليح الموبايل هيكلف اكتر من نص موبايل جديد، اشتري موبايل جديد. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، لو انت كمستخدم اهتماماتك واستخداماتك اتغيرت عن زمان، فلو انت احتياجاتك بدات تتطلب مزايا اعلى، حدث وهات الاعلى. انا الموبايل اللي بصور بيه دلوقتي دوت بقاله معايا 3 سنين. قولي لي انتوا كمان الموبايل اللي معاكم بقاله قد ايه؟